زيزو انا زيزو وهجيب الجون وهغيظه. النادي الاهلي يفوز 4-1 على فاركو في مباراة نجمها الوحيد هو احمد السيد قلبيسو. تعالى عشان النهارده الكلام عكس المتوقع تماما. تقول لي يا زرزور احنا كسبنا 4-1، اقول لك بس تعالى عشان الكلام النهارده ملبن. النادي الاهلي النهارده بيلعب بخطة 4-2-3-1. اشرف داري، ياسين مرعي، محمد هاني، كريم فؤاد باك ليفت. في نص الملعب ديفندر ديانج بيلعب 8، بن رمضان بيلعب 10، زيزو، بن شرقي، تريزيجيه، محمد شريف. تعالى عشان الكلام النهارده هيطول، يعني لو معاك حاجه اشربها، لو معاك حاجه كلها. النادي الاهلي لعب شوط علامه استفهام كبيره قوي. مش فاهم. تقول لي يا زرزور ده احنا جبنا جونين اول تلت ساعه، طب بعد الجونين انت شايف الاهلي عارف يلعب كوره ولا في عشوائيه في اللعب؟ الجولين اللي جم دي مهاره فرديه، سواء من استلام بن رمضان اللي في الهدف الثاني اللي استلمها بسحبه ضرب خط الدفاع خلى زيزو يحطها بدماغه مستريح، او الجون الاولاني اللي عرضيه محمد هاني المفنخشه اللي خبطت في المدافع ردت محمد شريف حطها بدماغه. لو دي جمل انت قايل للمدرب قايل عليها، يبقى انت كده يا اسطى في الاتكابوستوس، انت كده في الاتكابوستوس. فانت صحصح معايا وتعالى. شوط اول من النادي الاهلي في عشوائيه من اللعب من كريم فؤاد ومن محمود حسن تريزيجيه اللي عنده سرعه قصف، مستعجل على الشوطه، مستعجل على الباصه، مستعجل. انت عايز تثبت لنا ايه يا تريزيجيه؟ انت لسه ليه عايش؟ البيلين ضاع واحنا خرجنا بالبطوله وتشيلسي فاز بالبطوله، انت ليه لسه هناك؟ انت عايز تثبت لنا ان انت لا انت صفقة القرن؟ يا عم انت على راسنا، بس لو هتقعد تحزق كده ودرجن بوم هتفنخ. ما هتحاولش تثبت حاجة على تريزيجيه. احنا عارفين ان انت لاعب جامد، وان انت نجم منتخب مصر، وان انت ما كنتش واخد حقك من الاعلام، وان انت اللي وصلت المنتخب بضربة الجزاء كاس العالم، وان انت لاعب جامد قوي والاهلي جابك بعد فترة احتراف، وان انت اجمد واحد جه. بس هتحاول تثبت ده هتضيع اللي احنا حاسينه بيك. لو هتحاول تثبت ده يا تريزيجيه هتفنشخ وهتقعد دكة. انا فرحان بيك، فرحان بشرط الكابتنة في كتفك. هتعمل وتحاول تثبت انك انت صفقة القرن وانك انت البوماية عشان تبقى نجم الجيل ده، هتفنشخ. علامة استفهام كبيرة اوي على تريزيجيه، علامة استفهام كبيرة اوي. سرعة في الباص، سرعة في الشوطة، سرعة في كل حاجة، سرعة. عايز تثبت ايه السرعة دي؟ يا ابني السرعة دي غلط، مش كل حاجة بيبقى فيها سرعة. اهدى شوية ورزمن، وخلي الكرة تحت رجلك ورزمن وفكر. مش كل حاجة سرعة. وخدت بالك في الشوط الاول كان في كرة مستريحة على رجل تريزيجيه، اتسرع شاط الهوا وما شاطش الكورة، دي كان مكانها الشبكة. فالكلام على تريزيجيه طال. ماتشين مفنشخ، كاس العالم مفنشخ. حد امتى مفنشخ عشان بس الداخلية شد حيلها اليومين دول واحنا ناكل عيش. خلي بالنا من الالفاظ دي. طيب سيبك من ده. كريم فؤاد يا جدعان، انا عمال اقول يا جدعان كريم فؤاد نستناه ونشد حيلنا معاه، واللاعب ده يبقى حلو، واللاعب ده هو ده الصفقة اللي جاية، جاي من الإصابة تعبان. طب يا زرزور اعذره، ده جاي من الإصابة من 2 صليبي وتعبان، بس تلعبه باك ليفت وهو مش مكانه، فأنا كده هظلمه. ألاعب كريم فؤاد باك ليفت وهو راجع من 2 صليبي وما كانش بيلعب باك ليفت كتير، يبقى أنا كده بظلمه أو بأكله للجمهور أو بخليه اوف سايد. يعني ايه اوف سايد؟ يعني أنا كده بحرقه. كريم فؤاد باك رايت، عندي مشكله في الباك الليفت، ما احرقش كريم فؤاد. طب ما عنديش غيره زرزور يلعب باك ليفت، ماشي، بس انا كده هدمره. نزل محمد شكري الصفقه اللي انا جبتها ومشيت كريم الدبيس. طالما ده خطأ مني انك انا احرق لاعب، ده ظلم. كريم فؤاد النهارده تايه، مش عارف يعمل اي حاجه، خرع بسبب ان هو بيلعب باك ليفت. انا اجيبه باك رايت.
يلعب في مركزه الاساسي هتلاقيه شغال في الحته دي. اما محمد هاني اتصاب في السوبر بتاع الزمالك لعب كريم فؤاد واثبت نفسه، ولكن الصليبي كان ليه راي تاني. فريفيرو لو انت فاضي اشحن باقة النت واتفرج على كريم فؤاد وهو بيلعب باك رايت، لكن انت كده هتدمره وهتحرقه وهتخليه اوف سايد. طيب اتكلمنا عن اسوأ اتنين كانوا في الماتش. تعال نتكلم بقى عن اسوأ لاعب في الماتشات كلها. طبعا انت بقى لو متابعني انت عارف انا هتكلم عن مين، عن محمد هاني. واحد دلوقتي يطلع محنك يقول لي ده عامل اسيستين، هو انت بتهري في الفاضي ليه؟ هو انتوا مستقصدينه ليه الواد ده؟ هقول لك عامل اسيستين. محمد هاني اسيست، خبط في رجل المدافع، طرشقت لفوق، رفع عرضيه بنت مكسحه، وهو بيرفع عارف ان العرضيه دي لو ربنا كاتب هو ربنا كاتب لمحمد شريف الكوره دي تيجي جول. عشان كده العرضيه بتاعت محمد شريف خبط البند، ما تعرفش دي مش عرضيه، دي رفصه، دي حزقه، دي ما تفهمش الواد ده بيعمل بيرفع من اني منطقه من الكوره ومن اني حته في رجله. الواد عليه اوفرات يا دين النبي، يا دين النبي. لا ومش بس كده، ده الواد لقاها مزرطه معاه وعامل اسيستين في الاستخبص. اقول لك ايه ده انا الماتش ده انا شكلي هبدع فيه ولا ايه؟ لا انا اطرد. ايه ده انا الماتش ده انا عامل اسيستين؟ لا هتكمل حلوه ازاي؟ انا اطرد، انا اعمل اي مشكله انا اطرد. الواد مش عايزه تقفل حلو. يا محمد يا هاني، من كتر ما بطلع اتكلم عليك في الفيديوهات اقسم بالله انا زهقت، وانت اكيد زهقت، والناس اكيد اللي بتتفرج عليا زهقت. نفسي اشوف لاعب غيرك وحش في الملعب انتقده، لكن انت كده تعبتني، انا كده مليت يا ابني. يبقى اعمل ماتش حلو وخليني مثلا انوع في الفيديوهات. كل ماتش الاقي محمد هاني اتكلم عليه، كل ماتش تطلع صوتي في القهوه، كل ماتش الناس تقول عليا مجنون وعبيط. قرفتني يا جدع، قرفتني وزهقتني في الكوره، وحسيت ان الكوره صعبه قوي في رجلك. طيب دي اللعيبه اللي كانت زي الخرا. كابتن ريفيرو النهارده شفنا جمل، شفنا كلام متقال، بس في عشوائيه لسه برضو موجوده. شوط اول عشوائي برضو. طيب ايه اللي كان مرزمنك في الماتش؟ هو بن رمضان في نص الملعب هو وزيزو متقلين الكرة ومرزمنين اللعب بالبلدي، لكن كله محنكش ومفنكش وكله بيجري وكله عايز الكرة وفي عشوائية. كابتن ريفيرو النهارده كان بيلعب على الوينجين سواء تريزيجيه او بن شرقي. لو خدت بالك ان الجونين اللي جم اول جونين هم جم من رأسيات. ليه؟ لان كابتن ريفيرو كان بيلعب على الوينجات وعلى العرضيات. طب اللي خلى ريفيرو النهارده ينجح في خطته هو سوء نادي فاركو ودفاع نادي فاركو والفرقه نادي فاركو المشتته. لكن انت لو بتلعب فرقه مقفله وحازقه عليك، اللي عملته النهارده يا ريفيرو مش هياكل مع فرقه زي طلائع الجيش بتعرف تقفل، ولا فرقه زي انبي بتلعبك بثلاث مساكين وليبرو هتتحزوق. كابتن ريفيرو النهارده كان بيلعب بالخطه اللي بقولك عليها 4-2-3-1، سواء الثلاثه اللي قدام اللي بيوسطنهم زيزو وجنب منهم تريزيجيه اللي كان بيلعب يمين، وبن شرقي اللي كان بيلعب شمال، اللي اثبت نفسه النهارده واللي المفروض بقى ياخد فرصته في وسط الحنكشه اللي بيعملها تريزيجيه عشان ما حرقهوش. كان ناقصهم ونزل الشوط الثاني احمد رضا نزل الشوط الثاني، بس ما كانش ليه مكان. احمد رضا هينزل مكان زيزو، هو الوحيد اللي ده مكانه عشان هيلعب بلاي ميكر مع بن رمضان، فرزمنه الدنيا. لكن انا شايف وسط الحنكشه اللي بيعملها تريزيجيه دي، انا اجيب زيزو مكان تريزيجيه ولاعب احمد رضا هو اللي 10. ليه؟ استفاد من عرضيات زيزو. طالما انا بقى مدرب بلعب على عرضيات، يبقى وبلعب على الوينجات، يبقى عايز وينج بيعرف يرفع. طالما انا عندي باكات متعجزه، طب مين هيرفع لي الكوره؟ انا عايز وينج بيعرف يرفع اللي هو احمد السيد زيزو. طالما انا مدرب بلعب على الوينجات،
وبلعب على الارضيات، عندي بن شرقي بيعرف يرفع، يبقى الناحية التانية طالما متعجزة من محمد هاني يبقى اجيب زيزو يلعب وينج رايت، واخلي رمانة الميزان البلاي ميكر اللي بيحرك الفرقة احمد رضا. مش جاي معايا احمد رضا بلاي ميكر، اخلي بن رمضان بلاي ميكر، واجيب احمد رضا 8 مع الديفندر ديانج عناب. طيب ده الكلام اللي انا بقوله يا جدعان. نجيب كريم فؤاد باك رايت، ونجيب كوكا بقى باك ليفت. طالما عندنا ازمه في الباك الليفت لكن احرق كريم فؤاد، يبقى انا كده خسرت باك ليفت، وفضل برضو عندي العاهه اللي في اليمين محمد هاني. كل مره هقول احنا ما عندناش باكات، والمدرب بتاعنا النهارده بيلعب على العرضيات وبيلعب على الوينجات. جايب كابتن تريزيجيه اللي مش عارف يعمل اي حاجه في البلاشه، وكابتن محمد هاني، كانت جبهه ميته معدومه، جبهه بتنتهي الهجمه عندها. اتمنى يكون ريفيرو خد باله من النقطه دي. انا هلعب على الوينجات والعرضيات، يبقى عايز وينج بيعرف يرفع، عايز باك بيعرف يرفع. ما عنديش باك، طب عندي زيزو. طيب عايز فينيشر، انا عايز طالما انت يا ريفيرو لعبت النهارده، وانا شفت لك جمل وشفت لك حاجات انك بتلعب على الوينجات وبترفع على الفيرود بتاعك. طب انا عايز فينيشر حلو، يبقى ملوش لازمه محمد شريف، انا عايز جريدي شار بيخلق مساحه لنفسه، بيلعب السهله، جاب جون النهارده بمنتهى السهوله. بيتهيالي لو محمد شريف كانت لجلج. محمد شريف لما الدنيا بتضيق عليه ما بيعرفش يظهر، فانا عايز واحد نشيط، عايز واحد بيخلق مساحه لنفسه، عايز واحد يفضي مساحه لنفسه، بحيث لو انت بقى عملت جمله من على وينج من الوينجات يكون الفيرود بتاعك خالق فرصه لنفسه، واللي هيقدر ينجح لك في دي هو جريديشار مش محمد شريف خالص. النهارده معظم الكور بتنتهي عند شريف، خد باله ريفيرو ونزل جريديشار. نجح في كوره زرطت جت جون، بس مش كل الكور هتزرط معانا يا جدعان، نخلي بالنا. النهارده اداء مش قد كده من النادي الاهلي. تقول لي مش قد كده وكسبنا 4-1، اقول لك احنا كسبنا 4-1 بسبب ان الفرقه اللي بيلعبها ضعيفه. طب انت يا زرزور مش هتتكلم عن الجون اللي دخل فينا يا جدعان؟ انا لو اتكلمت عن الجون اللي دخل فينا مش هعرف اتكلم كلام عادي، لازم اطلع اصوات وكلام بلس 18 والفاظ وحشه، فاعذروني معلش، مش هعرف اتكلم طبيعي ومحترم على الجون اللي دخل فينا، سواء من شوبيه، سواء من اللعلكه اللي حصلت، سواء انا مش عارف ايه اللي بيحصل، ده برنامج الصدمه ولا ايه، مش فاهم حاجه. فانا يا جدعان اعذروني، مش هعرف اتكلم على الجون ده، اعذروني، بره عني الجون ده معلش. النهارده ريفيرو عمل جمل يا جدعان، عمل جمل، ولكن لسه في عشوائيه محتاجه وقت. طب انت كنت في فتره الاعداد والماتشات دي كنت بتعمل ايه؟ مش عارف، بس لسه محتاجين وقت. مش دي الفرقه. اوعى الفوز النهارده يحسسك ان فرقتك بقت 10/10. لسه التورته ما كملتش، هتكمل باللايك والاشتراك وتفعل زر الجرس، وانتظرني بكره بعد ماتش الزمالك لو انت زملكاوي او اهلاوي، نشوف بقى العجائب والطرائف اللي هيعملها يانيك فيريرا. كان معك الزرزور والى اللقاء.